أهلا وسهلا في كل متابعيني بمطبخ الشرق. إن شاء الله جميعكم تكونوا بأحسن حال بأحسن ظروف. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل السلمون بالخضار والبهارات، ويلا نشوف المقادير ونسويهم سوا. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وهلا بنبلش بالمقادير. عندي سمكة السلمون غسلتها تماما كويس ونظفتها ونشفتها تماما من المي. وهلا راح بلش قبل كتير بتقطيع الخضار. راح اقطع الليمون على شكل شرحات، وبنعرف الليمون كتير بيعطي نكهة طيبة للسمك، وانا دايما بستخدم عندي الليمون مع السمك اي انواع السمك، يعني جدا بيعطي نكهة طيبة. قطعت 3 ليمونات متوسطات الحجم. وهلا راح اقطع البصلات كمان على شكل شرحات، كمان بيعطونا كتير نكهة طيبة للسمك. بصلتين متوسطات الحجم. هلا رح اقطع البندورة كمان قطعة بندورة، وقرن فليفلة حمراء بنضفها من البذر ومن العروق. وبقطعهم كمان بنضيفهم للبندورة. وفليفلة خضراء كمان قرن واحد، بنشيل منه العروق بننضفه. بنقطعه. كمان بصلة متوسطة الحجم كمان بضيفها لإلهم. وهلا بحطهم على جنب، وبجيب جاط جريكس وبحط في قلبه شرحات البصل مع شرحات الليمون. بصفهم على هالشكل. هلا راح اخلط البودرة على مفرمة الطعام، افرمه فرم ناعم ناعم جدا على مفرمة الطعام. واذا ما وجد في مفرمة الطعام فينا نفرم فرم جدا يكون ناعم. هلا اصبح عندي جاهزين، رح افضيهم بصحن. هلا رح اضيف لهم البهارات. بابريكا معلقة صغيرة، كزبرة كمان معلقة صغيرة مطحونة ناعمة، ملح حسب الرغبة، بهارات مشكلة، وكركم كمان معلقة صغيرة. هلا بخلطهم هيك كويس مع بعضهم، بحركهم تحريكة هيك كويسة مع بعضهم حتى يتمازجوا. هلا رح ضيف الخضار اللي فرمناهم مع بعضهم بقلب السمكة طبعا، يعني وراح نكتر كمان لان كل الخضرة رح تغبى وتذوب على الحرارة. وراح نتركهم لمدة ساعة او ساعتين قبل ما نحطهم بالفرن، يعطونا هيك بتتشرب كل الخضار اللي فيها، بتعطي طعمة طيبة. وبنحطها بالفرن كمان على درجة الحرارة تكون 180 وشغال من فوق ومن تحت.
لمدة ساعة أو ساعة ونص حسب الفرن الحامي عند كل شخص. هلا راح احطهم فوق الليمون والبصل اللي قطعناهم. وراح اقشر الفطر، طبعا الفطر ما بينخسر، لازم نقشره تقشير، كمان بيعطينا نكهة كتير طيبة. بقطع كمان قرن فليفلة خضراء وفليفلة حمراء بنقسمها بالنص مشان ما تنتفخ بالفرن معنا، وراح نحطها على درجة الحرارة 180 ان شاء الله. وراح احط لهم هلا زيت زيتون كمان بيعطينا نكهة كتير طيبة. طبعا الخضار حطيتها انا مقلب السمك كتير، بتعطي هيك نكهة للسمك وبتطري اللحمة بتطلع كتير منتهية وكتير طيبة، اتمنى تجربوها. انا رح اقطع رغيف خبز على شكل مربعات صغيرة، كمان رح اقليهم بزيت الزيتون، كمان بيعطونا كمان هيك منظر كتير كويس للسمكة وبيعطونا طعم طيب كمان جنب السمك. كمان رح اقطع بطاطا واقليهم بالزيت الموزيلا، رح اقطعهم كلياتهم نفس مع بعض هيك مستقيمين نفس الشكل. هلا رح احطهم بالصحن، نحط لهم رشة ملح، فيكم تحطوا لهم باربيكا، فيكم تحطوا كزبرة قبل ما تقلوها، انا رح اكتفي بالملح حسب الرغبة. يبقى لهم تقليبة خفيفة وتحطهم وتقليهم قبل ما تطلع من الماء. وهلا اصبحت عنا السمكة جاهزة، اخذت منا على الفرن تقريبا بالسواء ساعة. بسم الله ما شاء الله قديش الروايح طيبة والمنظر شهي، اتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. شوفوا شلون قلبها من جوا منتهي والخضار كلياتها شبعتها، شايفين؟ بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، وألف صحة وعافية ألفكم. هلا رح ادهنها على وشها بعد ما طلعت من الفرن بزيت الزيتون والدبس الفلفل هيك مع بعض، نخلط معلقه صغيره وبدهنهم. هالدهنه كمان بيعطينا هيك منظر رائع وريحه طيبه. بنحط عليهم الخبز اللي قليناه فوق السمكه، كمان هيك بيعطي منظر كتير رائع وشهي بيفتح النفس. كمان البطاطا اللي قليناها كمان بنحطها هيك جنبها، مرغت فيها اطفال اللي ما بيحبوا السمك بصير يحبوه. ألف صحة وعافية ألكم، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. إن شاء الله بشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة.